فوق يا تايه، انت عايز تلم درجات. ايوه ده من فاكر من الدكتور سقط 500. تقديرك في اعدادي هندسه كان ايه؟ وهل هو تقديرك ده بيفرق بعد اعدادي هندسه، بيفرق معاك في التخصص، ولا هو تقدير اعدادي هندسه ملوش علاقه بالتخصص وكده؟ ما تزنقش نفسك من دلوقتي في تخصص معين، الجزء اللي كلكم مستنيين. اهم 10 نصايح لاول ميد ليك في هندسه. فاكر اول يوم دخلت في الكليه، حصرة التوهان اللي كانت في عينك، ولا الورق الكتير اللي مش فاهم منه اي حاجه؟ كنت سامع ناس بتقول لك ان اعدادي هندسه اصعب سنه، وفي ناس تانية بتقول لك هتعدي وخلاص، بس مفيش حد قال لك هتعديها ازاي ولا التفاصيل عامله ازاي من جوه. في اول اسبوع حسيت انك داخل دوامه، دكاتره بتشرح ومناهج كتير، وقت بيجري وانت مش عارف تلحق ايه ولا ايه. يمكن حتى بدات تشك وتسال نفسك سؤال بديهي جدا: وانا مكاني هنا اصلا؟ بس خليني اقول لك الحقيقه، صح، كل مهندس شاطر النهارده كان في مكانك هنا يوم من الايام. كل واحد فيهم عدى بنفس الضغط ونفس التوهان ونفس الخوف اللي انت فيه دلوقتي. الفرق الوحيد يا صديقي انهم كملوا للنهايه، وده اللي انا جاي اقول لك عليه النهارده. ان شاء الله الحلقه ان شاء الله هتبقى مقسمه لفقرات ظاهره عندك تحت في التايم لاين. لو انت محتاج تروح لاي فقره منهم على طول اضغط عليها او تروح لها على طول. عندنا مثلا فقرات لاسئله صحابي اللي جايب منهم جيد واللي جايب جيد جدا. برضه عندنا فقره لحد من زمايلي المهندسين اللي ما شاء الله متخرج الاول على دفعته في هندسه ميكانيكا وما ادراكه الاول على دفعته في ميكانيكا. وكمان فقره اهم 10 نصايح للميد، وهتلاقي برضو فقره كمان بتكلم فيها عن تجاربي او نصايح معينه هتفرق معاك جدا على مستوى السنه وعلى مستوى السنين الجايه ان شاء الله. اتمنى الحلقه تعجبكم، واتمنى تشاركوا الحلقه مع كل اصحابكم علشان الكل يستفاد. ولحد عنده اي كومنت، حد عنده اي سؤال لاي حاجه، اكتبوا لي تحت في الكومنت ان شاء الله. دي اول حلقه على القناه، وعايزين ان شاء الله نوصل عدد كبير جدا ونرجع تاني القناه احسن من القناه اللي فاتت. بس كده، ولا روح اسمع. ايه افضل طرق المذاكره، او ايه افضل النصايح اللي تقدر تنصح بيها الطلبه، او التريكات المعينه اللي يهتموا بيها وهم بيذاكروا في اعدادي هندسه؟ طيب هو عموما بيبقى فيه نصايح كتير وحاجات ليها علاقة بتنظيم الوقت والبومودورو تكنيك والحاجات دي والتودو ليست بس أنا صراحة ما بعرفش أعمل الحاجات دي خالص وما بستفادش منها. بس أفضل نصيحة مثلا إن أنت تذاكر أول بأول، يعني ده لو حاجة بروفيشنال جدا هتذاكر أول بأول بحيث إن أنت المعلومة لسه في دماغك. بس كطريقة مذاكرة أنا بالنسبة لي لازما ورقة وقلم، اللي هو مثلا بسمع فيديو، بسمع شرح وبقرا مثلا من السلايدات وكده، ولازم بقى اسجل بايدي ورقه وقلم. حتى لو حد عامل ملخصات او حد او الدكتور مثلا السلايدز بتاعته كويسه وكده، انا لازم اسجل بايدي ورقه وقلم والخص كل حاجه انا بنفسي عشان افتكرها. طب تقديرك في اعدادي هندسه كان ايه؟ وهل هو تقديرك ده بيفرق بعد اعدادي هندسه، بيفرق معاك في التخصص، ولا هو تقدير اعدادي هندسه ملوش علاقه بالتخصص وكده؟ انا بالنسبه لي انا كده كده احنا تقدير مهم وكل حاجه، بس في ناس مثلا بتبقى تقديراتها مش واو، بس هي ناس مثلا كتكنيكال او كشغل هي عاليه جدا. في ناس بتجد مثلا ان هي جامده جدا في حوار المذاكره في الامتحانات وكده. فبصراحه التقدير يعني له ميزه ومش شرط، يعني ما بيثبتش حاجه للشخص اللي قدامك. عادي ممكن يكون شخص تقديره قليل بس هو شغال ومعلومات التكنيكال كويس وكده. هنا وانا قاعد في السكشن وبحاول افهم اي حاجه من المعيد بيقول. بص يا صديقي، من اهم النصايح اللي اقدر اقولها لك او اقدر اوجهها لك دلوقتي، ولازم تعملها من دلوقتي وتاخد بالك منها من دلوقتي، الا وهي الصحبه في هندسه. ممكن تصاحب ناس يقولوا لك تعالى نفطر كل يوم، وتعالى نذاكر اللي علينا بس وننجح بمقبول او ننجح وخلاص. وممكن تصاحب ناس تانية يقول لك تعالى ناخد كورسات، وتعالى ندخل في مسابقات، وتعالى نعمل لنفسنا كارير وسي في كويس. وللاسف ممكن نوع تالت من الصحاب ياخدك لطريق وحش ملوش لازمه ان انت تدخله، سواء بقى بنات او حاجات تانية. فلازم تختار يا صديقي صحابك من دلوقتي، لازم تختار الناس اللي هتمشي معاهم في الكليه، لان هما اللي هيبنوا لك السي في بتاعك. سواء السي في بتاعك عايزه يبقى فيه كورسات، في برامج سوفت وير انت هتشتغل عليها وهتاخدها لها كورسات، في ايفنتات كتيره، في معلومات كتيره جدا بتاخدها، بتقابل ناس كتيره جدا، بتعرف ناس كتيره جدا في السوق بتاعك وفي المجال بتاعك. يا اما تصاحب ناس تانية ملهاش اي آه، لازمه في الدنيا، ودوبك بتروح الكليه هي عايزه ان هي تنجح وخلاص. بص يا صديقي، الصحاب مهمه جدا، وخصوصا في كليه زي كليتنا، لان انت يعتبر هتقابلهم وهتقعد معاهم طول فتره الدراسه، حتى كمان في الاجازه في التدريبات، اكتر ما بتقعد مع اهلك في البيت، واكتر ما بتقعد مع اصحابك بتوع ثانوي ابتدائي. تالت اصعب حاجه في ميكانيكا عموما هو السلم بتاعها، بعد السيرمو والفلويد و... والهيت، صح؟ اصعب 3 مواد مره على واحد، 5 ادوار كارديو في الجيم ارحم من اللي احنا بنعمله في نفسنا ده. سؤال من الاسئله اللي بتتكرر كتير ان الطلبه في اعدادي هندسه بتبقى تايهه جدا بسبب طرق المذاكره، وان التحول ما بين ثانوي وجامعه بيبقى بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا وهم مش قادرين يتعاملوا مع المذاكره. فاحمد هيقول لنا طريقه مذاكره كويسه او شويه نصايح ياخدوا بيها وهم بيذاكروا، وخصوصا ان احنا داخلين على الميد. بص هو خالد، هو طبيعي في الاول جدا في اول السنه، طبيعي تكون متلخبط تايه مش عارف اصلا محاضره ايه، سيكشن ايه، دكتور مين، معيد مين. فانت لغايه الميد ترم فتره توهان، حتى لو قلت لك اعمل ايه انت تايه. بس انت المفروض تستغل الفتره من بدايه السنه لغايه الميد ترم انك تعرف مين الدكتور اللي تحضر له،
مين السيشن اللي تفهم منه، مين المعيد الشاطر، ازاي تلم وراه. تمام. يبقى انت معاك فتره من اول سنه لغايه الميد ترم عك فيها. تخش الميد ترم كل الدفعه بلا استثناء هتجيب درجات زي الزفت. لا انت جايب نص، جايب واحد، انا جايب واحد ونص اول امتحان عادي. تمام. المهم بقى بعد الميد ازاي تفوق بقى. تمام. الناس اللي داخله من ثانويه عامه فاكره نفسها داخله تلعب وداخله الحوار سهل، لا. انت في ثانيه واحده تلاقي نص الدفعه اتصفت في اول سنه. هما بيكونوا هم يتعبوا في ثانويه عامه ويرتاحوا في الكليه. لا مفيش الكلام ده. اول سنه تلاقي نص الدفعه سقطت. فاهمني؟ ايوه ده فاكر من الدكتور 500. فمش قصه. فانت لازم من اول الميد ترم خلاص بقى تفوق نفسك، تعرف ان المعيد تحضر له، تحضر كل المعيدين، تكتب ورا المعيد. عندك بقى البوت على التليجرام، افتح المذكرات الموجوده بتاعت الدحيح، مذكرات كويسه جدا جدا او مبسطه جدا. امشي بقى مع المذكره ومع الفيديو واحده واحده، اعمل مجهود. اول سنه بالذات دي اصعب سنه. طب هل اصعب سنه موجوده في الهندسه كلها اول سنه. لو جبت درجات وحشه في الميد ترم مثلا، او طبعا ما جبتش قول له درجات، هجيب درجات وحشه محدش هيهد. هل اقدر اعوض في الفاينل ولا خلاص كده درجات لا السنه كلها انت باظت؟ بص، انت بعد ما تخلص مثلا في الفيزياء عندك ميد ترم، عندك سمارت، عندك اللي هو سمارت او العملي، وعندك فاينل. انت لو جبت صفر في الميد ترم عندك فرصه انك تجيب تقدير كمان في الفيزياء. بس تفوق، ما فوقتش انسى بقى خلاص. شكرا. عفوا حبيبي. وهنا وقت البريك وفيو مبنى ميكانيكا على الكليه. بص يا صديقي، هقول لك على حاجه مهمه دلوقتي، خليها في ذهنك دايما عشان ما تجيش بعد كده تقول لي ان انت ما قلتليش. ما تزنقش نفسك من دلوقتي في تخصص معين. في ناس كتيره جدا بقابلهم بيبقوا داخلين هندسه، انا عايز ابقى مبرمج. انت تعرف حاجه عن البرمجه؟ لا. انا عايز ابقى مهندس طيران. تعرف حاجه عن هندسه الطيران؟ لا. وتلاقي الناس دي ضعيفه في الفيزياء مثلا، جابت درجات وحشه في الرياضه، وتنسيقها دخلها كهرباء مثلا وتخصصت برمجه، وبعد ما اتخصصت حست نفسها مش في القسم ده وهي مش حابه القسم ده. فنصيحتي ليك يا صديقي انك تختار القسم بناء على حبك الاولي، او على حد زميلك مثلا في هندسه طيران بيقبض 1000 دولار في الشهر، صاحبك تاني في هندسه برمجه بيقبض 15,000 جنيه في الشهر ولسه حديث التخرج. كل دي ارزاق ربنا موزعها. مش معنى انك دخلت نفس القسم يبقى انت لما تتخرج تقبض نفس القبض اللي صاحبك بياخده. فانا نصحتك اهو من دلوقتي، خد اعدادي هندسه سنه تجريبيه لكل الاقسام، شوف فيها كل الاقسام، قابل فيها الناس اكبر منك، كون علاقات وصحبات اكبر منك في تخصصات مختلفه عشان تعرف منهم معلومات كل قسم بيشتغل ايه، نظام شغله ايه، وضع الدراسه فيه، هل ليه مستقبل في السفر ولا لا. في عوامل كتير جدا اتكلمنا عنها اكتر من الفيديو. فانت حدد من دلوقتي اولويات اختار القسم بتاعك، علشان ده هيريحك جدا بعد ما تخلص السنه وانت بتختار او بترتب الاقسام. القليل من صناعه المحتوى في الكليه. والله بص، انا درجاتي في الميد ترم دي كانت يعني اسوأ من اسوأ واحد في الكلية بجد. كانت درجات وحشة خالص خالص يعني. بص، هو خلاص انت بتبدأ بقى تفكر في اللي جاي، صفحة واتقفلت انت بتتعلم. بيبقى لسه نظام جامعي جديد، بتقابل ناس جديدة، بتشوف أسلوب شرح جديد، طريقة شرح جديدة خالص. أنت فاهم، فطبيعي تقابل صدمة كده في الأول. الشاطر هو اللي يعرف يعني يخرج منها في أسرع وقت، ويبقى ستيبل في أسرع وقت ممكن، ويبقى فاهم يعني. تبقى أموره مستقرة في أسرع وقت ممكن، ما يفضلش تايه فترة كبيرة. التوهان طبيعي هيحصل. المهم إنك تلحق نفسك بدري، فاهم. يعني في الفترة دي تحاول تخرج منها في أسرع وقت ممكن. إزاي؟ في إن أنت بقى تبدأ تتابع كل حاجة، وتبقى مركز في كل حاجة بتحصل في الكلية، تحضر المحاضرات كلها، تحضر سكاشن، تبقى بتذاكر أول بأول. كل ده هيخليك تدخل في المود بتاع النظام الجديد ده في أسرع وقت ممكن، وتفهم نظام الدكاترة ازاي، وكل دكتور بيهتم بيه وما بيهتمش بيه. فكل ده بقى هيبدأ ايه يخليك تعلي الدرجات بتاعتك. الحياه ملهاش طعم من غير القهوه عامه. كوبايه القهوه بتاعتنا جميله، ونيجي لاهم جزء في الحلقه، الجزء اللي كلكم مستنيين، اهم 10 نصايح لاول ميد ليك في هندسه. اول واهم حاجه لازم تبقى مطلع على امتحانات الميد السابقه لكل ماده، ده هيوفر عليك وقت مهم كبير جدا في انك تتخيل شكل الامتحانات وشكل الاسئله. تاني حاجه لازم تبقى عارف الدكتور عاوز ايه في ورقه الامتحان، لان انت ممكن تحل بطريقه تانية غير الطريقه اللي الدكتور عايزها، طريقه مثلا شفتها من على اليوتيوب، والدكتور نفسه عايز طريقه حل تانية، او الطريقه اللي شرحها في المحاضره. ممكن يبقى الحل نفسه صح والناتج النهائي نفسه صح، لكن الدكتور يحاسبك على خطوات غلط لان مش دي طريقه الحل اللي هو عايزها، وبتحصل كتير جدا الحاجات دي. ثلاثه لازم تركز على امتحانات الميد السابقه، لان 50% من اسئله امتحانات الميد اللي بتيجي السنه دي
بتبقى جايه من امتحانات 5 سنين من ورا مثلا ماده 4 لو الماده فيها نظري كتير او الماده كلها نظري، فنصيحه ما تحفظهاش بنفس الطريقه اللي مكتوبه في المحاضره، لان انت هتلاقي نفسك عمال تحفظ حاجات كتيره جدا تنسى كتير جدا. فانت افهم الاول وبعد كده لخص المحاضرات، المهم توصل لنفس المعنى اللي موجود في محاضرات الدكتور. خامس ونصيحه مهمه جدا، اعمل جدول صغير لاخر اسبوع قبل الميد. بلاش تحط نفسك في خانه مقوله كل ماده بليله، لازم تبقى مطلع على الاقل على الاسبوع اللي قبل الميد ترم، تبقى شايف على الاقل الشباتر، تبقى عارف كل شابتر بيتكلم عن ايه، تبقى عندك نظره مبدئيه الشباتر المهمه وايه الاسئله المهمه وايه الاسئله اللي متوقعه بنسبه 50 او 60 او 70% ان هي جايه في الامتحان، فتيجي يبقى ليها اولويه في المذاكره. سادس نصيحه ودي تكمله للنصيحه اللي بعدها، لو للاسف وصلت لاسبوع الميد ترم وتشوف الفيديو ده في اسبوع الميد ترم وخلاص هتمشي بمبدا ان كل ماده بليلتها، فمش عيب خالص انك تبصمج، ما تحاولش تفهم كل حاجه ليله الماده، حاول تلم اكبر كم من الدرجات وبعد الميد افهم ان شاء الله علشان تحل في الفاينل وانت فاهم. لكن دلوقتي ده مش وقت فهم، دي وقت بصمجه. سابع نصيحه ودي برضه مترتبه على نصيحه رقم 6، بالله عليك يا صديقي ما تبقاش ما فتحتش الماده طول السنه وعايز تفهم الماده كلها ليله الامتحان. طول الماده نفسه مش فاهم كل الكلام اللي موجود في المرجع، انت عايز تذاكر من المرجع وتفهم كمان فوق يا تايه، انت عايز تلم درجات. تامن نصيحه معانا، الميد يا صديقي مش نهايه الرحله، بس برضه علشان ما اخدعكش هي حاجه مهمه وبتاثر، كل درجه بتجيبها في الميد بتاثر معاك في الفاينل. تاسع نصيحه معانا يا صديقي، ما لا يترك كله لا يدرك كله. ما تسيبش نفسك لاوهام انت خلاص ما ذاكرتش من اول السنه والخمس ست اسابيع اللي فاتوا ضاعوا مني وانا ما ذاكرتش مش هعرف اعمل حاجه في الميد فانا هدخل انام. بس يا صديقي والله 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 انا جاي لك من بعيد وبقول لك ان الدرجه ممكن تشيل ماده على درجه واحده، بعد ما الدكتور بيرفع ممكن تبقى فارقه معاك على درجه. طب وليه انت ما تجيبش الدرجه دي وتحط نفسك في موقف انك تقعد تتحايل على دكتور شهر واتنين عشان يزودك درجه، في الاخر ممكن بنسبه كبيره جدا ما بيزودهاش. فوالله والله اي معلومه هتذاكرها وهتكتبها وهتديك درجه واحده ولا نص درجه في امتحان الميد هتفرق معاك جدا. عاشر واخر النصيحه المعتاده، بعد اي امتحان ما تراجعش يا صديقي، بعد اي ميد روح نام يا صديقي علشان تصحى فايق، لان وراك ميد بعد كام ساعه كمان. اسبوع الميد بيبقى مرهق جدا جسديا في قله النوم، انت حرفيا بتروح من الامتحان تنام ساعتين تصحى يبقى فاضل ساعتين على الامتحان. حاول يا صديقي تستفيد بالميد اكبر استفاده، حاول تاخده كمرحله او اختبار مبدئي للفاينل، حاول تشوف اخطائك بعد الميد وتعالجها، وان شاء الله هنعمل فيديو بعد الميد لمعالجه اخطاء الميد. اتمنى الحلقه تعجبكم واتمنى تشاركوا الحلقه مع كل اصحابكم علشان الكل يستفاد، ولحد عنده اي كومنت، حد عنده اي سؤال لاي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنت ان شاء الله. دي اول حلقه على القناه وعايزين ان شاء الله نوصل عدد كبير جدا ونرجع تاني القناه احسن من القناه اللي فاتت.